مسا عليك يا صديقي الايطاليستا. طبعا اكيد مفيش حاجه اسمها ايطاليستا، وانا عارف ان انت تخش تكتب لي ايه يا معلم اللي انت بتقوله ده. معلش ما انا لسه جديد برضو على حوار الدوري الايطالي ده يا جماعه. وبص يا معلم، بما ان ده اختياركم ان احنا الموسم ده نتكلم عن الدوري الايطالي بشكل عام، فدي الحلقه الاولى اللي هنتكلم فيها عن الدوري الايطالي كله وكل الفرق او الفرق الكبيره يعني في ايطاليا. فاتمنى من كل قلبي ان اشوف منك دعم تقيل قوي علشان تشجعني ان خلال الموسم اللي جاي نستمر طول الموسم واحنا بنتكلم عن ايطاليا بشكل عام. ولكن النهارده احنا عندنا ايه بخصوص ايطاليا؟ يعني احنا عندنا توقعات يا معلم. بص يا صاحبي، انا النهارده هتوقع لك كل حاجه من المركز الاول للمركز السادس. بصراحه انا هركز على اول 6 مراكز بس. هكلمك عن نادي الانتر ويوفي وروما ونابولي ولاتسيو. طبعا الميلان قتل بحثا يا معلم طول الميركاتو، فاحنا هنركز على ال5 انديه دول، وهنجيب سيره الميلان برضو بس واحنا بنتوقع بقى ترتيب الدوري الايطالي في الاخر. بس النهارده هنلعب لعبتين كده صغيرين. اللعبه الاولانيه انه هخليك انت تتوقع قبل ما انا اقول توقعاتي، ولما نيجي لوقتها هتفهم كلامي اكتر. واللعبه الثانيه يا معلم ان بعد ما اقول لك انا توقعاتي ايه للدوري الايطالي وترتيب اول 6 هعملهم قرعه بصراحه. يعني بص، انت تخيل ان ده الوعاء الزجاجي اللي بيتعمل فيه اللي هي الزقله، اللي بيبقى عارف الزقله اللي بيبقوا ماسكينها هم وبيقعد بقى يعمل لك كده وبتاع. انا برضو حطيت ال6 ورقات لل6 فرق، وهنجرب كده ونشوف القرعه هتطلع لنا مين من السادس للاول. لعبه كده وشغل فن يا معلم، ما احنا موجودين على اليوتيوب يعني فاهم، فاللي هو ايه ما تاخدش الموضوع على انه جد قوي يعني. عموما حلقه فيها بعض الافكار كده، حلقه مسليه جدا تتفرج عليها وانت بتاكل كده وانت بتسلي روحك. فاتمنى من كل قلبي، اديني بعمل لك اللي انت عايزه، بكلمك عن الدوري الايطالي. فلايك كومنت شير سبسكرايب القناه لو انت مش مشترك وتفعل الجرس. ويلا بينا يا صديقي الايطاليستا نبدا حلقتنا. طبعا انا عارف ان انت عمال تسال نفسك ايه ايطاليستا دي. بص انا قلت اي حاجه على وزن ميلانيستا، يعني زي ما بقول صديقي الميلانيستا فقلت صديقي الايطاليستا. يعني حلوه مش حلوه هنثبتها يا معلم، يعني ده اقصى حدود الابداع عندي. واكيد طبعا كلمه ايطاليستا هي اخر حاجه هماك في الحلقه دي، لان اكتر حاجه بتهمك في الحلقه دي توقع لنا بقى معلم الدوري كده واهبد وارزع وقول لي بقى ايه الدنيا تمشي ازاي الموسم الجاي. فانا هعمل كده، بس قبل ما ابتدي اقول لك التوقعات لازم اقول لك العوامل اللي على اساسها توقعت. يعني انا بصراحه مسكت ال5 فرق اللي هم انتر يوفي روما لاتسيو نابولي، وابتديت ان انا اشوف اولا نظره سريعه كده على الميركاتو بتاعهم، وبدات ان انا اشوف نظره سريعه على الجوله التحضيريه وايه الافكار اللي كانوا بيجربوها وابرز اللاعبين اللي شفناهم في الجوله التحضيريه لكل الفرق دي. فكل ده انا هكلمك عليه الاول علشان بعدها هنبتدي انا وانت نهبد ونتوقع بقى. خلينا نبدا اولا مع نادي انتر ميلان. نادي انتر ميلان في الميركاتو ده كان نشيط بصراحه، في كتير من اللعيبه المهمه عنده اللي خرجوا، زي اندريا اونانا، زي سكرينيار، زي بروزوفيتش، لوكاكو، جيكو وجوسنس. ففي لعيبه بصراحه كتير خرجت من الانتر، ولعيبه ما كانوا من القوام الاساسي بتوع فريق الانتر. ولكن برضو فريق الانتر يعني مريحش برضو في الميركاتو، وحاول ان هو يعوض الخروج الكتير للعيبه وعمل بعض الصفقات الجيده. يان سومر في حراسه المرمى مع ماركوس تورام مع ماركو ارناتوفيتش. بص يا صاحبي يا اخويا، انا عارف احنا ولاد العم يا انتر تمام، واحنا ايه جمهور الانتر هنا في القناه ناس زي العسل وناس زي السكر بصراحه. بس انا بصراحه بامانه شديده يعني انا فرحان لكم قوي قوي بصفقه ارناتوفيتش دي، حقيقي يعني حقيقي انا مبسوط جدا للانتر. مبروك يا ولاد العم. يا خساره كان نفسنا في ارناتوفيتش في الميلان، بس يلا مبروك على ولاد العم، ما راحش بعيد يعني. لا انا فرحان فيكم بصراحه. حاولت ان انا افكر في انه الصفقه دي تبقى ممكن هي البديل لجيكو، لقيت انه لا يا معلم ده مش بديل لجيكو خالص. ولكن الانتر بصراحه الميركاتو بتاعه ما وقفش عند كده، لانه تعاقد مع لاعب زي كوادرادو وفراتيزي وبيسك. وهنا نداء لاصدقاء الانتريستا، عرفني يا معلم هو بيتنطق ازاي المدافع ده، علشان انا بصراحه مش شايفها غير بيسك. فيعني هنستنى ونشوف برضو يعني لما الموسم يبدا المعلقين هينطقوه ازاي يعني. ولكن دي مش كل الميركاتو او تحركات الميركاتو بتاعت الانتر، ولكنها ابرز الحاجات. وعلى سيره الابرز فخليني اقول لك ابرز النقاط اللي ممكن تطلع منها من الجوله التحضيريه بتاعت فريق الانتر. رقم 1، الانتر ما خسرش ولا مباراه يا معلم في الجوله التحضيريه، رغم انه واجه مباريات مهمه زي فريق النصر، فريق باريس سان جيرمان، وريد بول سالزبورج. فرق ما هياش فرق سهله، ولكن الانتر ما خسرش ولا مباراه فيهم. وعارف كويس قوي ان النتائج في الجوله التحضيريه مش هي المقياس، وعيب عليك يا معلم، هو دي حاجه تفوتني برضو
رحت داخل يا معلم وبدات افتش كده واشوف هو الجوله التحضيريه بتاعه الانتر دي ممكن نطلع بينها بايه بالظبط، ولقيت بصراحه شويه ايجابيات وشويه سلبيات مهم جدا ان انا اقولها لك بغض النظر عن فكره النتائج. وانا بفتش كده لاحظت حاجه غريبه قوي بصراحه على الانتر، انه الانتر بيسجل في المباريات اللي لعبها في الجوله التحضيريه اكتر من اهدافه المتوقعه، يعني بالنسبه لاسلوب لعبه والفرص والتسديدات والكلام ده كله، فمتوقع لك مثلا ان انت تسجل هدفين 3 تلاقي الانتر سجل 4 في المباراه دي. وبصراحه برضو قلت يبقى اكيد الانتر كان دايما مستحوذ بشكل كبير وبيسدد كتير قوي على المرمى، فاتفاجئت ان الانتر لا مش تحت شرط ان هو يكون مستحوذ او هو اللي معاه الاستحواذ في كل المباريات، بل وانه ما بيسددش كتير ولكن عنده فعاليه كبيره قوي على المرمى. تحس انه انتر ميلان لا انا هشوط 10 تسديدات في منهم 6 أو 7 داخل المرمى، يعني بين الثلاث خشبات. فبصراحة في دقة عالية من الانتر، في تعامل حلو وفعالية قوية جدا هجوميا موجودة عند الانتر بانت في الجولة التحضيرية. والانتر بيحاول ان هو يلعب لعب مباشر اكتر، يعني من الاخر اقصر الطريق لمرمى الخصم هو الخط المستقيم، بنحاول قدر المستطاع ان احنا اسرع باصات تتعمل توصلنا لمرمى الخصم. وبصراحة دي من النقط اللي بيساعد فيها نص ملعب الانتر واللي كان عليه بعض النقاط اللي لازم نقولها. لاحظت على الانتر انه بيساعد الفريق في عملية الوصول اسرع لمرمى الخصم، ودفاعيا بصراحة نص ملعب الانتر كان قوي جدا في الانترسبشن او الاعتراضات يعني، وان هو كان قادر ان هو يعمل شكل وشغل دفاعي حلو قوي. ولكن كان في مشكلة كده انه في ميس باص كتير، تحس ان في تسرع عايزين ننقل الكرة لقدام بسرعة فبنغلط وبنبصيها غلط، ما شاء الله بنغلط وبنبصيها غلط ولا في اي فرق. في معظم مباريات الانتر في الجولة التحضيرية لاحظت انه حارس المرمى اللي بيبقى موجود للانتر بيتصدى لكتير قوي. نص الملعب قايم بدور كويس في تأمين حدود المنطقة، ولكن قلوب الدفاع محتاجين يشدوا شوية لان في كور كتير بتوصل لحارس مرماهم، صحيح بيقدر يتعامل معاها ولكن في المباريات الرسمية ما تضمنش بقى يا معلم، يعني لازم تاخد حذرك كده، الا في ماتش الميلان لما تلعب الميلان مش لازم تاخد حذرك عادي جدا، معلش فوتها برضو لاخوك الميلانيستا يعني. ونداء اخير وانت بتواجه الانتر، لا تحتفظ بالكوره في رجلك اطول وقت. بصراحه لو لعيبه الخصم قدام الانتر بيحتفظوا بالكوره وبيقفوا عليها ويطولوا ما بينقلوش نقل سريع، اعرف انه الانتر هيقدر ياخد منك الكوره دي بمنتهى السهوله، لانه الانتر بان قوي في الجوله التحضيريه انه بقى مميز في حته افتكاك الكوره، وانه لو انت هتقف على الكوره يا معلم انا مش ههنيك عليها، هاخدها منك واطير انا لقدام. ابرز اللاعبين اللي شفناهم في الانتر كانوا لوتارو مارتينيز مع ديفري مع فراتيزي. والانتر بصراحه بالنسبه لي من الفرق اللي لازم تعمل لها 100,000 حساب خلال الموسم اللي جاي، وللأمانة مش هما بس، لأن من وجهة نظري يوفنتوس كمان أنت محتاج تركز معاه كويس قوي الموسم الجاي. يوفنتوس في الميركاتو كان مركز أكتر على إنه يتخلص من لعيبة أكتر من فكرة إن هو يتعاقد مع لعيبة. هتلاقي يوفنتوس خرج من عنده كلوزوفسكي خلاص بقى بيع، دينيس زكريا بيع، أرسن ميلو طلع إعارة لفيورنتينا. معلش يا جماعة أنا موضوع أرسن ميلو ده بيضحكني، يعني صديقي اليوفنتيني لازم تبقى عارف إن أنا موضوع أرسن ميلو ده مش عارف صح. الواد ده أنا كنت بحبه جدا، كنت شايف إن هو لعيب حلو قوي قوي في نص الملعب، بس ما تفهمش ايه اللي حصل، تحول مره واحده لنكته. هل يفوق مع فيورنتينا؟ الله اعلم، ولكن اهو اليوفي طلعوا اعاره على امل انه يطلع منه اي حاجه. وطبعا دي ماريا مع كوادرادو دي من ابرز اللعيبه اللي خرجت من نادي يوفنتوس. والاستخدامات او اليوفي تعاقد مع مين؟ تعاقد مع تيموسي ويا. ابرز الحاجات اللي ممكن تلاحظها على اليوفي في الجوله التحضيريه هي فكره انه برضو اليوفي لم يخسر اي مباراه في الجوله التحضيريه، ولكن في حاجه مشكله كبيره وضحت عند يوفنتوس. بص، اليوفي كان مميز في حتة انه قادر على صناعة فرص كتير خطيرة، ودي كانت واضحة جدا في المباريات اللي هو لعبها في الجولة التحضيرية، عنده القدرة على صناعة خطورة على مرمى الخصم، بس المشكلة الكبيرة انه ما عندوش القدرة على انهاء هذه الفرص في المرمى. ويوفنتوس كان عنده كمية ميس باص غير طبيعية في الجولة التحضيرية دي، والى حد ما حسيت ان يوفنتوس بصراحة صلب دفاعيا خلال الجولة التحضيرية، وشغال على فكرة ان هو يحاول قدر المستطاع ان هو ما يستقبلش اهداف كتير ويركز في النقاط الدفاعية، الى جانب انه بيحاول هو اللي يبقى متحكم في الريتم في المباراة. يعني بما انه هينزل يلعب الكرة الدفاعية فطبيعي
الخصم هو اللي ماسك عليه كوره، لا انت ما تسرعش عليها الريتم يا معلم. عايز تهاجم هاجم، بس انا هعرف اهدي الريتم، وهعرف ان انا اخلي الكوره معاك تتحول لاستحواذ سلبي ما تعرفش تعمل بيه اي حاجه. دي يمكن ابرز النقاط اللي ممكن الواحد يطلع بيها من الجوله التحضيريه بتاعه اليوفي اللي كانت مبارياتها قليله بصراحه. ابرز اللاعبين اللي شفناهم في الجوله التحضيريه كانوا كييزا مع بريمير مع ماكيني والى حد ما تيموسي روما. وما ادراك من روما. بص يا صاحبي، خليني اكون امين معاك بصراحه شديده يعني. ما هو لازم تحرص من روما الموسم اللي جاي، معلش. بص انا عارف كويس قوي ان روما كنا دايما بنقول الموسم الثاني لمورينيو اللي هو الموسم اللي فات ده بيبقى اكتر موسم مرعب لمورينيو مع اي فريق دربه، ولازم تحرص وتاخد بالك لان مورينيو واللي هيعمله واللي هيسويه. ويمكن الموسم اللي فات ما شفناش ده قوي، فانا معرفش، بس جاي لي احساس رهيب ان الموسم اللي جاي روما لا مش هيسمي على حد، الى جانب انه والله يعني الصفقات بتاعتهم كويسه. يعني انا شايف ان هم مدعمين يعني تدعيمات حلوه بصراحه في الفريق. خلينا نقولهم كده سريعا. خرج من فريق روما 2 لعيبه، او ابرز 2 لعيبه خرجوا من الفريق هم نيمانيا ماتيتش، وخرج كمان ايبانيز. والتدعيمات انت عندك حسام عوار، عندك ريناتو سانشيز، عندك ليوناردو باريديس، والمدافع انديكا. شايف بصراحه ان هم 4 صفقات هيقدروا ان هم يضيفوا كتير قوي لفريق روما، وشايف ان مورينيو هيعرف يستفيد منهم بشكل كبير جدا. ومعرفش ليه حاسس ان الجولة التحضيرية اللي ما كانتش افضل حاجة بالنسبة لفريق روما يعني دي مش مؤشر خالص، لانه بصراحة انا حاسس ان مورينيو مخبي حاجات كده للموسم اللي جاي. اصل بص، مورينيو عنده افكار، مورينيو مدرب تكتيكي عنده افكار، مورينيو مش مدرب عادي كده يعني. تمام، سيبك من ان انا ما بحبوش، خلاص ده موضوع على جنب عشان ما تقعدش تقول لي ايه ده بقيت بتطبل لمورينيو. لا انا ما بحبوش، لكن اعترف ان هو من اكبر المدربين وافضل المدربين اللي جت في تاريخ الكوره. فمورينيو بالنسبه لي بصراحه انا متاكد مليون في الميه ان الشكل اللي ما كانش افضل حاجه في الجوله التحضيريه ده وراه حاجات كتير قوي هو مخبيها كده ومحضرها وناوي ان هو يطبقها خلال الموسم اللي جاي. لانه في الجوله التحضيريه يعني بص، هو مورينيو بيلعب كره دفاعيه بس مش لدرجه ان الاستحواذ يبقى غير في داهيه قوي كده. يعني لما تيجي تبص على متوسط استحواذ روما في ال4 مباريات او ال5 مباريات اللي لعبهم، اللي فيهم مباريات كانت مع فرق يعني ما انا ما اعرفش مين دول اصلا، فلا صعب قوي بصراحه. الاستحواذ كان غير في داهيه فعلا، الى جانب انه ما بيصنعش فرص تقريبا، يعني بيصنع فرص قليله قوي في مباريات. يعني هو صنع فرصه او فرصتين حاجه كده يعني، وبيقع في التسلل كتير. يعني واضح انه حتى الفكره بتاعت المرتدات لسه مش متظبطه قوي، والخط الهجوم بيقع كتير في تسللات. بس للامانه الحاجه اللي مورينيو واضح انه جهز فريق روما ليها على اعلى مستوى، وهي طبعا الصلابه الدفاعيه، وان طول ما الكوره معاك انا هخليك يا معلم استحوذ زي ما انت عايز، بس استحواذ سلبي وهكرهك في عيشتك ومش هديك منفذ انك تعرف توصل لمرمايه. واللعب البدني بقى يا معلم. بص روما في الجوله التحضيريه اظهر شكل من اللعب البدني القوي، الالتحامات. هتقولي طب ما هو ده كان موجود الموسم اللي فات. لا يا باشا، احب اقول لك انه اللي هيحصل في موضوع القوه البدنيه والالتحامات والتدخلات العنيفه من روما اللي كنا بنشوفه الموسم اللي فات لا شيء جنب اللي هتشوفه الموسم اللي جاي. افضل لعيبه روما اللي شفناها او اللي كانت بارزه جدا خلال الجوله التحضيريه، بص انا الواد مش عارف احفظ اسمه قوي يعني، هو نيكولا زالفيسكي. بص هو اسمه صعب شويه بس انا يعني ايه اديني بتعود. يعني هو عموما الباك الشمال البديل لسبيناتزولا، وهو اللي بدا الجوله التحضيريه لغايه لما سبيناتزولا بدا ان هو يشارك. بصراحه نيكولا ده قدم اداء حلو جدا 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 وتقييماته عاليه قوي يعني. الى جانب انه الشعراوي ستيفن الشعراوي قدم مباريات كويسه، باولو ديبالا طبعا قدم مباريات كويسه، سمولينج من ابرز اللعيبه مع كريستانتي وحسام عوار. وبما اننا في مدينه روما فخلينا نعدي كده على لاتسيو سريعا، وخلينا اقول لك ان لاتسيو يعني خرج من عنده 2 لعيبه دول يعتبروا ابرز لعيبه خرجوا من عندهم، لوكا روميرو طبعا اللي راح الميلان، وسافيتش اللي راح الهلال السعودي. والتدعيمات يعني بص هو تحس انه لاتسيو كان مركز قوي مع اللي بيقع من الميلان. يعني مين بيقع من ميركاتو الميلان هنخش نجيبه. هتلاقي ان ابرز صفقتين هم عملوهم كامادا وايزاكسون، الاثنين اللي كان الميلان في وقت من الاوقات بيفكر ان هو يتعاقد معاهم. الجوله التحضيريه بالنسبه للاتسيو يعني ما كانتش افضل حاجه بصراحه. تسديدات لاتسيو كانت ضعيفه جدا، في مباريات تلاقي ان هو تقريبا مسدد 3 تسديدات بس، 1 على المرمى و2 بره. دفاع لاتسيو كان يعتبر ضعيف جدا، وهجومه والله كان ضعيف برضه. معرفش ليه لاتسيو في الجوله التحضيريه كان سيء قوي بالشكل ده، حتى ان في مباراه هو كسبها 9-0 وكانت امام
لاتينا كالتشيو، يعني فريق برضو ايه العمليه في اللذيذ. في المباراه دي ما كانش لاتسيو حتى عارف ان هو يستحوذ على الكوره بشكل كويس. فمش عارف بصراحه موريسيو ساري بيفكر في ايه، يعني هل لاتسيو هينزل شويه كده بعد الموسم اللي فات اللي كان قوي، ولا زي ما تقول كده ايه بنغزي العين كده زي بيولي اللي هو مش عايز يقدم من كل اللي عنده بقى وبتاع عشان الناس ما تحسدوش، وعايز ان هو يبين كل اللي عنده في الجوله او في الموسم لما يبدا. الله اعلم، ادينا هنشوف. ولكن ابرز اللعيبه من فريق لاتسيو كانوا فليبي اندرسون مع ايموبولي، مع بصراحه كمادا كان مقدم اداءات كويسه في الجوله التحضيريه. واخر فريق هنتكلم عليه قبل ما اقول لك توقعاتي وهو بطل الدوري الايطالي، نابولي بقى يا معلم. بص نابولي مع رودي جارسيا تحس اللي هو ايه، احنا مش عايزين نلعب في حاجه الله يبارك لكم، يعني هم تقريبا كانوا عشمانين قبل ما يدخل لهم بقى موضوع ايطاليا وان سباليتي يروح يدرب ايطاليا والكلام ده. هم كانوا عشمانين ان والله سباليتي هيريح موسم ويرجع، فرودي جارسيا بص ما تلعبش في حاجه، يعني تخش تمشي الدنيا زي ما هي، ما تلعبش في حاجه، تسيب الدنيا. بص الميركاتو احنا بعنا كيم من جاي ومش هنجيب حد خلاص، يعني ما فيش تدعيمات بارزه، ما فيش لعيبه كبيره جت، ما فيش اي تدعيمات من اللي هي كده. بس انت عارف ان نابولي لما بيعمل تدعيمات ممكن تلاقي حد فرقع كده في وسط الموسم، الله اعلم. بس تحس ان هم ايه حاولوا يحافظوا على قوام الفريق قدر المستطاع. وبصراحة لما تيجي تبص على الجولة التحضيرية نابولي كمان اختاروا ان هم مش عايزين يلعبوا فرق كبيرة، احنا هنلعب فرق اي كلام كده في الجولة التحضيرية ومشي حالك يا معلم، وهننزل نكسبهم ونرقعهم 3 و4 و5 وخلاص. ولكن بصراحة ارقامهم الهجومية في المباريات اللي لعبوها دي كانت ارقام كويسة جدا. الفريق تحسه كان بيلعب بتوازن كده ما بين الهجوم والدفاع، مش مندفع هجوميا ولا مبالغ دفاعيا، والفريق للأمانة كان منظم دفاعيا بشكل كويس، وهجوميا حسيت شويه ان في نقص فعاليه. يعني انت بتهاجم وارقامك حلوه هجوميه، بس تحس ان انا ايه بصنع فرص كتير بخلص منهم في المرمى قليل. في مشكله شويه كده في الانهاء ظهرت عند فريق نابولي في الجوله التحضيريه. ابرز لعيبه نابولي كانوا سيميوني مع رحماني انجويزا واوليفيرا. من خلال كل العوامل اللي انا كلمتك عليها للخمس فرق، الى جانب طبعا كل اللي انا عارفه عن الميلان واللي اتكلمنا عليه على مدار الميركاتو، قدرت ان انا بصراحة احدد كده توقعاتي الشخصية للموسم اللي جاي من الدوري الايطالي من الاول الى السادس، وهقولهم لك طبعا من السادس للاول عشان الاثارة بقى وبتاع والتشويق والجو ده. ولكن هنلعب مع بعض اللعبة الاولى. ايه اللعبة الاولى في الحلقة بتاعتنا؟ ان يا معلم حضرتك هتوقف الحلقة دلوقتي. بص انا عايزك توقف الحلقة، وبناء على كل اللي كلمتك فيه عايزك تنزل تكتب لي توقعاتك دلوقتي قبل ما تسمع توقعات انا. انزل قول لي كده توقعاتك من الاول الى السادس. يلا اتفضل اتفضل، انت مستني ايه؟ اتفضل وقف الفيديو. ايوه وقف الفيديو، وقف الفيديو. انا مستنيك اهو. خلاص ابتدي اقول انا توقعاتي. يلا على بركة الله. في المركز السادس انا متوقع والله اعلم انه هيكون لاتسيو هو اللي موجود في المركز السادس، ومش هيكون بفرق كبير عن المركز الخامس والرابع، لان من وجهة نظري ان الرابع والخامس هيبقى في بينهم خناقة كبيرة قوي مع 2 فرق، والاتنين فرق دول مش هيبقوا اعلى من لاتسيو بكتير، يعني ممكن يفرقوا عن لاتسيو ب3 نقط 4 نقط حاجه كده يعني. وصراع المركز الرابع والخامس هيكون ما بين فريقي نابولي وميلان. من وجهة نظري معرفش ليه بصراحة عندي احساس ان نابولي وميلان هيكونوا بيصارعوا بعض على المركز الرابع والخامس. وممكن تقول ان اللي انا هقوله ده هيكون حته كده ليها علاقه برضه بميولي وتشجيعي، ولكن توقعي انه ميلان هيخلص في المركز الرابع ونابولي هيخلص في المركز الخامس. يبقى كده توقعي ان في المركز السادس لاتسيو، وفي المركز الخامس نابولي، وفي المركز الرابع ميلان. اما المركز الثاني والثالث فهيكون عليهم صراع كبير قوي قوي قوي، واعتقد ان الصراع ده ممكن يستمر حتى لحد اخر لحظه في الموسم. والصراع ما بين المركز الثاني والثالث عالي قوي قوي، ما بين فرقتين هيطحنوا بعض في الموضوع ده. وطبعا بمجرد ما اقول لك مين هم الفرقتين اللي هيصارعوا بعض على المركز الثاني والثالث، انت طبيعي هتترجم مين هو بطل الدوري. فخليني اقول لك بطل الدوري الاول. بطل الدوري الايطالي موسم 23-24 من وجهة نظري المتواضعة التي لا قيمة لها على الاطلاق هو فريق
انتر ميلان. من وجهة نظري شايف انه انتر ميلان ستيل هو الاقرب ان هو يحصد لقب الكالتشيو. للاسف الشديد انا لا اتمنى هذا بصراحة، معلش يا اخويا انتريستا ولاد العم برضو، بس انا اتمنى الميلان، يعني مش عارف ازاي بس انا اتمنى الميلان. لكن شايف بصراحة ان الفريق الاجهز لانه يحصد لقب الكالتشيو ويحصد السكوديتو الموسم اللي جاي هيكون هو انتر ميلان، وبكده هيبقى روما ويوفنتوس بيصارعوا بعض صراع كبير جدا على المركز الثاني والثالث. ومن وجهة نظري انه اللي هيحسم المركز الثاني هيكون فريق روما. وبكده يبقى توقعاتي انا من وجهة نظري انا انه بطل الدوري هو انتر ميلان، في المركز الثاني روما، في المركز الثالث يوفنتوس، في المركز الرابع ميلان، الخامس نابولي، والسادس لاتسيو. طيب دي توقعاتي، ولكن بصراحة حابب العب موضوع التوقعات ده بس بشكل مختلف شوية. احنا كده كده بنهبد يابا وانت في قناة الهبيت في صباح الفل. احنا اهو كتبنا الست فرق تمام، وزي ما قلت لك في المقدمة هتعتبر ان دي الزقلة، انا ما عنديش زقلة ازاز فجبتها بلاستيك عادي اللي موجود، يعني اللي موجود يسد. وحطيت الست فرق وهبتدي اسحب من المركز السادس للمركز الاول، وخلينا نشوف القرعه هتقول ايه. انا ماليش دعوه يا معلم. نبدا كده نسحب المركز السادس اهو. انا باصص بعيد وهاخدها كلها وان شوت عشان ما تقوليش ان انا محور في حاجه. بص اهو، يلا ده الفريق اللي هيكون المركز السادس. عايزك انت اللي ايه اللي تقراها يعني. انا المركز السادس ايه ده؟ يا لهوي يا نهار اسود، يا انت ايه اللي جابك في ايدي؟ ايه اللي جابك في ايدي؟ انا قلت ان ده المركز السادس صح؟ ما ينفعش نخليها الاول؟ يعني ده المركز الاول وكده. حلاوتك يعني، حتى القرعه يا بيولي مطلعاك انت في المركز السادس. يخرب بيت الفقر يخرب بيت الفقر. لا ان شاء الله ده ما يحصلش، ان شاء الله ده ما يحصلش. لا 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 انا مش يعني. طب اعيدها تاني. طب انا مش هعيد خلاص، احنا قلنا، انا قلت هبقى صريح وامين يعني، فمش هينفع يعني. ها في المركز الخامس هيكون فريق، ما نشوف، يوفنتوس دي اعتقد صح؟ يوفنتوس هو الفريق اللي في المركز الخامس. ما شاء الله ما شاء الله، يعني لا ميلان ولا يوفي في دوري الابطال. ما شاء الله ما شاء الله. في المركز الرابع اهو كده تحدد التوب فور مين يعني. في المركز الرابع هيكون هذا الفريق. واحدة واحدة كده بقى. روما في المركز الرابع. يبقى كده بالقرعه الزقله، قرعه الزقله احنا نسميها كده. في قرعه الزقله ميلان طلع سادس، يوفنتوس خامس، روما في المركز الرابع. كده بطل الدوري ما بين انتر ونابولي ولاتسيو. ما شاء الله، يعني ممكن لاتسيو يطلع هو بطل الدوري في الاخر. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هنشوف، احنا كده كده بنلعب يعني صباح الفل، فاهم؟ مش بنخصب يورانيوم يعني عشان ما تخشش تقول لي ايه يا عم انت ازاي طلع ميلان سادس. قرعه يا بيه، انا مالي. في المركز الثالث دي لاتسيو اعتقد. لاتسيو هو في المركز الثالث، وكده هيبقى صراع الدوري ما بين روما وانتر. لا روما وانتر ازاي؟ نابولي وانتر هما اللي في صراع اللقب. اتحمس اعمل نفسك متحمس كده وكأنه ايه بنسحب بطل الدوري بجد يعني. اهو يا رب يطلع روما، يا رب يطلع روما. معلش يا صاحبي، ما انت لازم برضو ايه يعني، ما انتريستا ولاد العم وحبايبنا وبتاع، بس يعني ما انا توقعتكم بس يعني مش للدرجه يعني. في المركز الثاني ده المركز الثاني هو فريق نابولي في المركز الثاني، وبكده يبقى لقب الدوري راح لنادي الانتر. يا ابوي كده الانتر هو بطل الدوري. طبعا يعني قرعه هبدا، انا مش مقتنع بالفكره دي ومش عجباني، انا متضايق بيها جدا يعني انا اتوقع انه الانتر هو اللي يكسب الدوري وهو الاجهز، لكن حتى لما نعملها لعبه قرعه وفنكوش وبتاع تطلع، انا مش عجباني الزقله دي بصراحه. يطلع الانتر برضو يعني حظكم ماشي قوي يعني.
عموما يا صديقي، دي في الاول وفي الاخر لعبه كده، حبيت ان احنا نعمل جزء فاني في نهايه الحلقه. اتمنى من كل قلبي ان تكون الحلقه عجبتك، واتمنى ان انا اعرف ايه هي توقعاتك لترتيب الستة الاوائل في الدوري الايطالي. انزل سيب لي رايك تحت في الكومنتات. وطبعا اكيد الدوري الايطالي مش بس الفرق اللي احنا اتكلمنا عليها، لانه جدير بالذكر ان احنا نتكلم عن اتلانتا وساسولو وفيورنتينا. الفرق دي هتبقى فرق شديده جدا، وفرق قويه ومحترمه ومنظمه جدا، وعندها كوره حلوه قوي. لازم برضو ان انت تحرص منهم ايا ما كان انتمائك لاي فريق من الستة الكبار. ولكن احنا حبينا كده ان انا اتوقع لك، وفي نفس الوقت نلعب مع بعض لعبه. اتمنى ان اعرف توقعاتك، واتمنى من كل قلبي تكون الحلقه عجبتك، ودعمك هو اللي هيشجعني اكتر ان انا طول الموسم اتكلم عن محتوى الدوري الايطالي بشكل اوسع كمان. فاتمنى من كل قلبي انك قبل ما تخرج من الحلقه تدعمني باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب للقناه وانت مش مشترك، وتفعل الجرس. واشوفكم في حلقات جايه كتير ولايفات جايه كتير. سلام.